أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي في الدرس الثالث من شرح الهندسة. الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن درس سهل وبسيط لو فهمناه. الدرس اسمه التطابق. أول حاجة عندنا في التطابق حاجة اسمها تطابق قطعتين مستقيمتين. القطعة المستقيمة زي ما خدنا قبل كده هي قطعة أو جزء بيكون ليه بداية ونهاية، زي القلم ده مثلا، أنا عارف بدايته وعارف نهايته، ولو جبت المسطرة هعرف إن أنا أقيس طوله. فالتطابق بيقول لي لو أنت عندك قطعتين مستقيمتين قد بعض بالظبط في الطول، فأنا بقول إن القطعتين دول متطابقتان، يعني محطوطين على بعض بالظبط. فلو أنا عندي القطعة المستقيمة اللي اسمها ألف باء كان طولها مثلا 5 سنتي، وعندي القطعة المستقيمة جيم د برضو طولها 5 سنتي، فينتج عن كده إن القطعة المستقيمة ألف باء تطابق القطعة المستقيمة جيم د، ورمز التطابق عندي بيكون 3 شرط فوق بعض، ده اسمه رمز التطابق. وبأكد تاني على ان احنا في الرياضة بنستخدم رموز هندسية علشان نوفر على نفسنا الكتابة، فبدل ما اكتب كلمة تطابق لا احنا اختصرناها، واتفق علماء الرياضة ان هم يخلوا الرمز بتاع التطابق 3 شرط فوق بعض. ده اول حاجة احنا فهمناها اللي هي تطابق قطعتين مستقيمتين. تاني تطابق عندي اللي هو تطابق زاويتان. لو انا عندي زاوية، احنا طبعا عارفين ان الزاوية بتتكون من شعاعين لهما نفس نقطة البداية. لو انا عندي زاوية قياسها 40 درجة وزاوية تانية قياسها 40 درجة، ينتج عن كده ان الزاويتين متطابقتان. لو كان قياسهم قد بعض فاذا الزاويتين دول متطابقتان. وبرضو رمز التطابق يعني هنا قياس زاوية ألف حاطط لي فيها إكس، وقياس زاوية باء حاطط لي فيها إكس، معنى كده إن هما قد بعض، فإذا ينتج عن ذلك إن الزاويتين دول متطابقتان وحطينا رمز التطابق. كده خدنا تطابق قطعتين مستقيمتان، وعرفنا إن إحنا نقول على قطعتين مستقيمتان إن هما متطابقتان لو كانوا قد بعض في الطول. وخدنا تطابق زاويتان، وعرفنا ان الزاويتان بيتطابقوا لو كانوا قد بعض في القياس. ثالث نوع عندنا اللي هو تطابق مضلعين. وعلشان نفهم مع بعض تطابق مضلعين هنعمل مع بعض شكل بسيط جدا نقدر من خلاله ان احنا نفهم تطابق المضلعين. لو قلنا ان ده المضلع ده بيتكون من اكتر من ضلع، وده مضلع تاني بالظبط. يعني ايه تطابق مضلعين؟ يعني المضلعين دول لو قلبتهم على بعض كده هتلاقيهم قد بعض في كل حاجة. الضلع ده قد ده وده وده وده، وانت كمان مش شايف اللي ورا لان هو قد الاولاني. فلو انا عندي المضلعين دول بينتج كذا حاجة. المضلع عبارة عن اضلاع وزوايا، يبقى المضلع عبارة عن أضلاع وزوايا. لو أنا عندي المضلعين دول متطابقين إذا الضلع ده هيبقى قد الضلع ده، والضلع الطويل قد الطويل، والضلع ده قد الضلع ده، والضلع ده قد الضلع ده، والضلع اللي تحت قد الضلع اللي تحت. وينتج عندي إن الزاوية اللي لونها أخضر مطابقة تماما للزاوية اللي لونها اخضر هنا، واللي فيها اكس مطابقة للزاوية اللي فيها اكس. طب انت بتعرف ازاي؟ بقلبهم على بعض كده وابدا احط الزوايا والاضلاع على بعض. يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي ان الضلع ده قد الضلع ده، لان هو مش قصاده، اللي قصاد الضلع ده هو الضلع ده.
نرجع تاني للشرح بتاعنا علشان نشوف الكلام ده. يبقى احنا عرفنا الحاجة المهمة ان المضلع بيتكون من حاجتين، من اضلاع وزوايا. فعلشان اقدر ان انا اقول على مضلعين ان هم متطابقين على بعض بالظبط، لازم ينتج عني الحاجتين، ان الاضلاع تكون كلها كل ضلعين قصاد بعض قد بعض، وكل زاويتين قصاد بعض برضو قد بعض. فانا عندي في الشكل ده دايما برضو لما يكون عندي شكل هندسي، هنا في 4 خطوط وهنا في 4 خطوط، يبقى اذا الضلع ده قد الضلع ده. طب هنا في 3 يبقى زيه اللي فيه 3. طب هنا في 2 يبقى اللي زيه فيه 2 بيطابقوا. هنا في دايرة يبقى اللي زيه في دايرة هو اللي قده. هنا في شرطة واحدة يبقى اللي زيه في شرطة واحدة. والزوايا اللي زي بعض قد بعض. لو انا قلبت الشكلين دول على بعض هينتج عندي ان الضلع ده زي ما قلت قد الضلع ده، والضلع ده قد الضلع ده، والضلع ده قد البعيد، واللي تحت قد اللي تحت. وده تطابق المضلعين. انا مش عايزك تتلخبط فيهم، هنحل مع بعض امثله ونبدا ان احنا نفهمهم مع بعض. لما انا كتبت على المضلعين اللي هم عندي دول ان هم قد بعض، نتج عندي ان كل ضلعين متقابلين ومتناظرين متساويين. لما طلع عندي كده استنتجت ان المضلعين متطابقين، ورمز التطابق 3 شرط فوق بعض. المثال ده بيقول لي في الشكل المقابل: إذا كان المضلع أ ب ج د م ل، أ ب ج د م ل بيطابق المضلع ك ع ص س م ل. لو قلبتهم على بعض هلاقيهم متطابقين. بيقول لي اوجد محيط الشكل م س ص ع ك ل. م س ص ع ك ل. عايز محيط الشكل اللي على الشمال. علشان برضو نفهم ايه هو المحيط، لو انا عندي الورقة دي عايز اجيب محيطها، فجبت خيط او حبل وبدأت ان انا الفه حوالين الورقة دي لحد ما وصلت هنا تاني، وجبت المسطرة وفردت عليها الخيط اللي انا لفيته ده، وقست ده اسمه المحيط. طب المساحة اللي جوه الورقة دي تشيل جواها مثلا كام قلم، فدي اسمها المساحة. ده الفرق بين المحيط والمساحة. طب انا اجيب محيط الشكل التاني ده ازاي وانا مش عندي اطوال اي ضلع من اضلاعه؟ ابص على الشكل اللي قصاده، هلاقي ان الشكل اللي قصاده في ضلع ب6 وعليه شرطة، والضلع اللي قصاده عليه شرطة، معنى كده ان هو قده، معنى كده ان ده كمان ب6. طب وده ب7 وعليه شرطتين، وده كمان عليه شرطتين يبقوا قد بعض، يعني ده كمان ب7. طب وهنا ده عليه شرطة وده عليه شرطة، وهنا كان عليه شرطة ب6، يبقى ده زيه ب6 وده ب6. فعندي حاجة من الاتنين، لو انا جبت محيط الشكل ده هيبقى هو محيط الشكل ده، لان الشكلين متطابقان. هجيب محيط الشكل الاولاني، هقول له محيط الشكل او المضلع أ ب ج د م ل هيساوي مجموع أطوال أضلاعه 6 زائد 6 زائد 7 زائد 7 زائد 6 زائد 6. بشوف الكلام ده بيساوي كام. مجموعهم هيكون عندي 38 سنتي. وبما أن المضلع دايما الثلاث نقط اللي فوق تحت بعض دول اسمهم بما أن المضلع أ ب ج د م ل يطابق المضلع ك ع ص س م ل، يبقى إذا محيط المضلع ده اللي احنا هنسميه 1، محيط 1 هيساوي
محيط، هنسمي الشكل التاني ده 2 تساوي محيط 2. يبقى إذا محيط المضلع 2 اللي هو اسمه كاف عين صاد س م لام هيساوي زي ده 38 سنتي. في حاجة صغيرة أنا عايزك تفهمها معايا، دي هتريحك كتير جدا. المضلعين عندي اسمهم ألف باء ج د م لام. ده المضلع الأولاني، بيقول لي إن هو بيطابق المضلع كاف عين صاد س م لام. هو يا مستر الترتيب ليه فايدة؟ أيوه طبعا الترتيب ليه فايدة. لو أنا قلت لك إن أنا طول ألف باء هيساوي طول مين في المضلع التاني، عندك طريقتين علشان تعرف، يا إما من الرموز اللي هنا يا إما من الشكل، ودايما بتكون الرموز أسهل. طب إزاي؟ هو ألف وباء ترتيبهم كام؟ ترتيبهم الأول والتاني، يبقى هيساوي اللي ترتيبه الأول والتاني اللي هم كاف عين. طب لو قلت لك هي زاوية د هتساوي زاوية مين؟ زاوية د دي جت رقم كام؟ 1 2 3 4 رقم 4، يبقى هتساوي الزاوية اللي رقم 4 1 2 3 4 اللي هي س. طب لو قلت لك طول الضلع كاف لام هيساوي طول ضلع مين؟ أنا خدت أول واحد وخدت آخر واحد، يعني إحنا عندنا 1 2 3 4 5 6، يبقى أنا خدت الأول والأخير، يعني أنا عايز كاف لام، فهاخد من هنا برضو الأول والأخير اللي هو ألف لام. تعال نشوف الكلام ده على الشكل. هو ألف لام فين؟ أدي ألف لام. كاف لام فين؟ أدي كاف لام. أنا فعلا لو كنت قلبت الشكلين دول على بعض هلاقي الاتنين دول بقوا فوق بعض عشان متطابقين. دي حاجة أنا عايزك تكون فاهمها كويس جدا، هتسهل عليك كتير لما تيجي تحل. المثال التاني اللي معانا بيقول لي في الشكل المقابل، ادي شكل عايز اجيب منه محيط الشكل الكبير. طب هجيب محيط الشكل الكبير ازاي؟ انا الاول بحل المسألة في دماغي وبعد كده ابدأ ان انا احلها على الورق علشان ما اتلخبطش. الشكل الكبير اللي عندي عبارة عن شكلين وشكلين زي بعض بالظبط، وهو كمان قايل لي ان الشكل ده بيطابق الشكل ده. طب في الحتة اللي احنا لسه قايلينها، مش هو بيقول لي ان ألف باء ج د هاء الشكل الأولاني يطابق الشكل س ص ع د هاء، فإذا كل ضلع من هنا هيساوي الضلع اللي قصاده. ده 3 اللي هو ألف هاء، مفروض ان هو على الرسمة هيساوي س هاء. تعالى نتأكد كده، ادي ألف هاء الأول والأخير، مفروض ان هو يساوي س هاء الأول والأخير، فعلا س هاء الأول والأخير. طب ده ب3 يبقى اللي قصاده ب3 سنتي. طب ألف باء مفروض على الرسمة تساوي س ص، تعالى نتأكد كده، ادي ألف باء الأول والتاني، فعلا س ص الأول والتاني، يبقى ده زيه ب5 سنتي. طب باء ج اللي هو ب4 مفروض ان هو هيساوي مين؟ هيساوي ص ع. تعالى نتأكد كده، ادي باء ج التاني والتالت، مفروض في الشكل التاني يساوي ص ع، فعلا التاني والتالت هيكون 4، والأخير اللي هو ج د اللي ب5 يساوي د ع اللي ب5. فأنا هبدأ إن أنا أحل المسألة وأقول له بما أن ألف باء ج د هاء اللي هو الشكل الأولاني يطابق الشكل التاني اللي اسمه س ص ع د هاء، لازم ترتب الحروف زي ما هي، ما ينفعش تجيب ص قبل س، لا وفر على نفسك واكتب الجملة اللي هو مديها لك بالظبط. يبقى إذا هبدأ أكتب كل ضلع بيساوي مين؟ ألف هاء هيساوي هاء س اللي احنا قلنا عليه ب3 سنتي، وألف باء هيساوي س ص اللي قلنا هيساويه بكام؟ ب5 سنتي، وباء ج هيساوي ص ع اللي هو زيه ب4 سنتي، وج د هيساوي ع
د اللي هو ب5 سنتي. طب انا عايز اجيب محيط الشكل، هقول له وبما ان، دايما كلامك يكون منظم ومرتب. بما ان محيط الشكل أ ب ج ع ص س بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. المفروض ان انا اجمع الاضلاع دي كلها مع بعض، بس انا علشان اوفر على نفسي، انت راجل مهندس ومفروض ان انت دماغك بتكون شغاله. مش الاضلاع دي هياها الاضلاع دي، يعني الثلاثه دي في منها كمان ثلاثه، يعني الثلاثه متكرره مرتين، والخمسه برضو متكرره هنا وهنا مرتين، وهنا الاربعه متكرره هنا وهنا مرتين، والخمسه التاني كذلك. فلو انا جمعت دول مع بعض وضربتهم في 2 فانا جبت المحيط. بدل ما اقول 3 زائد 3 زائد 5 زائد 5 زائد 4 زائد 4 زائد 5 زائد 5، لا، انا هقول 3 زائد 5 زائد 4 زائد 5 واضربهم في 2. ده كله هيساوي 5 و5 10، 10 و4 14، 14 و3 17، 17 في 2، 17 في 2، 2 في 7 ب 14، و2 في 1 ب 2، 1 3 سنتي. يبقى اذا ده محيط الشكل كله. عايزك هنا ان انت تحاول بنفسك ان انت تحل في الكراسة او الكشكول بتاع الحصة، تحل المثال ده. لو احتجت وقت اكتر زي ما احنا متعودين، اعمل بوز للفيديو وابدأ ان انت حل براحتك وخد وقتك، بس اتأكد ان انت بتحل صح. ده الواجب ان شاء الله بتاع الحصة اللي جاية، وان شاء الله تحلوا في الكشكول بتاع الواجب بتاعنا، وهتلاقيه الواجب محلول في بداية الحصة اللي جاية بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله على خير.